السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ يعود عليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة هنعمل بسكوت كده، يعني سهل جدا وسريع ولذيذ قوي يا بنات، وهيبقى يعني شكله في التقديم روعة تحفة. أول حاجة بدأت بيها المقادير. المفروض المقادير تكون بيضتين بس، ده لو البيض اللي هو الأحمر مش البلدي. طبعا انا استخدمت هنا بيض بلدي فالحجم بتاعه صغير، فحطيت 3 بيضات وحطيت عليهم كيس من الفانيليا وحطيت عليهم كوبايه من السكر بودره. تمام. وفضلت بقى اضرب فيهم بالمضرب الكهرباء زي ما انتم شايفين معايا لحد ما لونهم يفتح كده ويعملوا الرغاوي ديت. يعني الرغاوي ديت يعني بتغير بقى وبتفتح اللون وبتضاعف الكميه بتاعه البيض والسكر زي ما انتم شايفين كده بالشكل دوت. هفضل اضرب لحد ما النتيجة توصل للقوام دوت. بعد كده بنزل عليها بنص كوباية من الزبدة. طب انا لو مش متواجد عندي الزبدة اضيف ايه؟ عادي حطي سمنة. انا النهاردة عملت الوصفة بالسمنة، ما عملتهاش بالزبدة لان مش متواجد عندي زبدة. زي ما انتم شايفين معايا كده. بعد ما هضرب كويس جدا جدا واخد القوام واللون اللي انا عايزاه، هبدأ انزل بالسمنة بتاعتي. بس زي ما قلت لكم اساس الوصفة في الزبدة، لكن انا مش متواجد عندي زبدة استخدمت سمنة عادي، فالمتاح عندك استخدميه. تمام. بصوا بقى انا بوريكم، بصوا فاتح ازاي لونه عامل ازاي. حطيت بقى هنا نص كوباية من السمنة زي ما انتم شايفين معايا كده. انا مش بعاير بكوباية معيارية، انا بعاير بالكوباية المتواجدة عندي في البيت. بس اللي بعاير بيها كل المقادير كلها. اللي عايرتي بيها السكر هي اللي عاير بيها السمنة هي اللي عاير بيها الدقيق. كل المقادير كلها بنفس الكوبايه. هبتدي بقى ان انا اضرب بيها بعد ما ضفت السمنه بالشكل دوت لحد بقى ما احس ان هي اختلطت جدا وكويس قوي قوي قوي، وان هي اتضربت كويس. يعني بصوا لونها عامل ازاي. ضربتها لحد ما حسيت ان هي اندمجت مع الخليط. بعد كده بقى هبدأ ان انا اشيل يعني خلاص كده مش عندي استخدام تاني للمضرب. هشيله بقى وابدأ ان انا انخل الدقيق. عملية نخل الدقيق دي يا بنات مهمة جدا 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 فوق الوصف. لازم تدخلي الدقيق في اي حاجة تعمليها بتدخلي فيه هواء، رقم واحد. رقم اتنين، لو في شوائب ولو في اي حاجة موجودة في قلب الدقيق بتروح، ما بتبقاش متواجدة في العجين بتاعك او الحاجة اللي انت هتخبزيها. في كلتا الحالتين يعني العملية دي مهمة جدا. هنحط قد ايه من الدقيق؟ المفروض المقادير الأساسية للوصفة ديت 3 كوبايات ونص من الدقيق. 3 كوبايات ونص من الدقيق يا بنات. فأنا هنا بعمل ايه؟ أنا حطيت 3 كوبايات ونص، هنزل واحدة واحدة. فأنا الدقيق اللي أنا بستخدمه دايما أقول لكم، في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش سوائل. فانا الدقيق المتواجد عندي من النوع اللي هو بيشرب السوائل جدا. فانا حطيت هنا 3 كوبايات دقيق، فحطيت لهم معلقه سمنه. ما ضفتش اي دقيق تاني. طب انتي حطيتي معلقه السمنه ليه؟ لان هي كانت محتاجه، يعني هي كانت محتاجه سمنه عشان ابقى واخده كده القوام بتاعها المظبوط. لكن بالنسبة لها هي لو انتي جربي حطي ال3 كوبايات دي، لو لمت معاكي وبقت تمام ومظبوطة يبقى كده تمام. لا، احتاجت تاني وطرية كده مش مظبوطة معاكي لينة خالص، ضيفي نص كوباية الدقيق واحدة واحدة عادي. فضلت الم فيها كده وزي ما قلت لكم احتاجت معلقه سمنه عشان يبقى مظبوطه. بصوا ايدي بتلزق اهي، بس ايدي التانية نضيفه. كورت كده حته من العجينه وضغطت عليها لقيتها مش بتشقق خلاص. كده الموضوع معايا تمام جدا جدا، وبكده العجينة بتاعتي تمام. اول حاجة ممكن عندك، لو عندك مفرش سيليكون تفردي عليه، او عندك ورق زبدة زي ما انا عملت كده، او لو ما عندكيش اي حاجة من ده كله هتجيبي كيس تلاجة عادي هتفتحيه من الجناب وتبداي تحطي فيه العجينة بتاعتك وتفردي. ممكن تفردي بالشكل دوت النشابة على العجينة مباشرة، وممكن كمان ان انتي يعني تتني ورقة الزبدة. هتلاقيني بعملها معاكم في المقطع اللي جاي، ان انا اتني ورقة الزبدة وافرد من عليها. يعني السمك بتاعها بيبقى يعني متوسط، يعني مش هو رفيع قوي ولا هو تخين قوي. هنا باي قطاعة عندك وباي شكل. عايز تعملي بقى نجمة، شكل عروسة، شكل عريس، ايه القطاعة اللي عندك؟ قلب، وردة. انا عندي القطاعة دي شكل وردة. بصوا طلعت معايا الشكل دوت. الباقي بقى هلمه
بصوا بقى خلي بالكم من النقطه دي، مش هفرد ده تاني، ده هركنه على جنب واخد بقيه العجينه اللي احنا عاجنين فيها ومرتاحه واسيب ده للاخر، عشان ما ينفعش ابقى لسه عاجنه فيها وفرداها وارجع استخدمها تاني. طبعا من ضمن المقادير انا نسيت اقول لكم ان انا نسيت احط معلقه البيكنج باودر وحطيتها في الاخر وانا بعجن، لو خدتوا بالكم فبتحط لها معلقه من البيكنج باودر مش كيس كامل. هو انا فضيت كيس، لكن هو كيس انا كنت واخده منه قبل كده، فهي اضافه معلقه من البيكنج باودر بس، معلقه صغيره مش معلقه كبيره. هبدأ بقى ان انا اقطع، بس المرة دي هفتح الوردة من النص بحيث ان انا يبقى الجزء اللي تحت عندي مقفول والجزء اللي فوق دوت مفتوح كده، ولما نيجي نحشيه يدي شكل معايا حلو. ممكن تفتحيه باي حاجة، انا فتحته بالقمع بتاع كريم شانتيه اللي هو السادة اللي هو المدور عادي زي ما انتوا شايفين معايا كده. فاي حاجة عندك تكون رفيعة كده افتحي بيها، على حسب طبعا برضو حجم الوردة اللي انت عاملاها كبيرة صغيرة. زي ما انتوا شايفين معايا كده بحط بقى في الصاج درجة الحرارة 180، النار شغالة من فوق ومن تحت، الفرن بتاعتي كهربا يابانية. بعد ما طلع بقى وخد اللون دوت انا بحب اديله كده يعني تحميصة صغيرة في الفرن عشان يبقى طعمه حلو. انت لو مش حابة التحميصة دي عادي، درجة السوا دي انت براحتك فيها، انت اللي بتستخدميها وانت اللي تطلعي في الوقت اللي انت محتاجة فيه. المهم يا بنات بعد بقى ما خلصت بكده بالشكل دوت، عندي بقى مربى، اي نوع مربى انت بتفضليه او بتحبيه. انا هنا بدات ان انا احشي، بحط بقى المقفوله بحط عليها مربى وارجع احط عليها المفتوح من فوق، بتديني الشكل الروعه التحفه ده. بصوا يا بنات بقى عامله ازاي، واحاول بقى ان انا اساوي الورده كده بيبقى شكلها تحفه تحفه. بصوا الجمال، حاجه بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ايه الحلاوه دي، في اسهل من كده، في اروع من كده. حاجه سهله جدا تقدميها في العيد بكل شياكه وكل لطافه. كمان في نقطه تانية، ممكن تعملي كده بالطريقه دي وممكن تاخدي الوش اللي فوق تضيفي عليه سكر بودره زي ما انا هعمل دلوقتي، وبعد كده برضو تحشيه بمربى وتحطي الجزء اللي فوق يبقى يعني واخد طبقه من السكر البودره. فحبه كده ماشي حبه كده ماشي، عندك ده وعندك ده اختياري. التزيين ده يا بنات ده راجع لراحتك انتي وذوقك انتي، فما تتأيديش بحاجة معينة خالص. زي ما انتوا شايفين معايا كده بالشكل دوت. بصوا بقى اللي هو بالسكر البودرة شكله برضو جميل وتحفة، والطعم برضو جميل. بصوا بقى الحلاوة، بصوا طعمها بجد تحفة. ممكن تقدميهم بقى ان انت تحطي البسكوت بتاعك بقى في الكب كيك كده، الورق بتاع الكب كيك بيبقى شكله تحفة شياكة كده. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، متنسونيش في اللايك والشير مع اصحابكم وحبايبكم. باي باي.